كنا متفقين بلي الكره شي حاجه ممتعه، الا انه كاينين بعض اللعابه اللي كيزيدوا فيه شي شويه، فداكشي علاش اليوم جبت لكم 4 الحركات ولاو ممنوعين في الكره، وإلا مشيتي حتى درتيهم في شي ماتش رسمي فراك غتاخذ يا صفراء ولا حمراء. واول حركه منعتها الفيفا كانت بسبب نيمار، وهادشي بعد ما رون بها دوري على قدو. فكما عارفين فراه البيلانتيات هما اخطر حاجه في الكره، بحيث كيبقى غير اللعاب والحارس فاس فاس. داكشي علاش كنلقاو بلي اكثر واحد كيكون مضغوط هو الحارس، ونيمار في واحد الوقيته كان كيسبب ضغط كتر وكتر على الحراس. وهادشي لحقاش نيمار في عام 2009 اكتشف واحد الحركه جديده ولا كيخدمها فاش كيجي تيري شي بيلانتي، وهي كيهد على الحارس كيطيحو مورا كيتيري البيلانتي بكل اريحيه فين ما بغا. في الاول حتى شي واحد ما دا في هاد الهده اللي كيدير نيمار، ولكن مورا ما دار هاد اللقطه 5 المرات متتاليه هنا الحكام عرفوا بلي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. داكشي علاش صيفطوا تقرير مفصل للفيفا، والفيفا مورا ما شافوا التقرير عرفوا بلي مستحيل شي حارس يشد البيلانتي د نيمار. داكشي علاش في عام 2010 الفيفا غتصدر رسميا قانون كيمنع هاد الحركه، واي واحد حاليا غيحاول يديرها غياخد عليها صفرة. فهنا تقدروا تقولوا دابا بلي المستفيد الاكبر من هاد القانون هما حراس المرمى، ولكن هيهات غير صبر حتى هما جايه النوبه ديالهم. المهم كما قلت لكم قبيله فاش كيجي شي بيلانتي اكثر واحد كيكون مضغوط هو حارس المرمى. داكشي علاش كاينين شي حراس كيبغيو يستفزوا اللعاب باش يشاركوا معاه الضغط حتى هو. وكنا شفنا ايميليانو مارتينيز في كاس العالم ضد هولندا كيفاش كان كيستفز اللعابه د هولندا اثناء تنفيذ ضربات الترجيح، وهادشي اللي خلى اغلبيه اللعابه د هولندا ما يركزوش مزيان، وبالتالي فاستفزازات وحركات مارتينيز عاونات الارجنتين باش ربحات في داك الماتش. وعاوتاني عاود نفس الحاجه في الماتش د الفينال ضد فرنسا، وهادشي اللي عاون الارجنتين بطبيعه الحال باش دات كاس العالم. ولكن بعد كاس العالم مباشره الفيفا شاف التاثير الكبير د الحركات د مارتينيز. داكشي علاش صدر قانون جديد كيمنع الحارس كليا اثناء تنفيذ ركلات الترجيح من انه يقيس البرات او الشبكه او يدير اي حركه كتستفز اللعاب اللي غيتيري. دابا تقدر تقول بما ان اللعبه اللي كنهضروا عليها سميتها كره القدم، يعني كيخصها نورمالمون تلعب غير بالرجلين، ولكن علاش اللعاب فاش كتخرج الكره برا التيران كيلعبها بيديه وماشي برجليه. فكما عارفين الا خرجت الكره برا التيران فاللعاب كيرميها بيديه برميه كتسمى رميه التماس. فداكشي علاش كنلقاو بلي بزاف د اللعابه كيترينيو باش انهم يقدروا يصيفطوا الكره بيديهم لابعد مسافه، ولكن حتى شي واحد فيهم ما قدر يوصل للنيفو داد خونا. شوف معايا الفيديو. فكما شفتي يقدر انه يماركيها من التوش، ولكن للاسف البيت كاع ما غيتحسب، وهادشي لحقاش حسب القانون فالبيت كاع ما كيتحسب الا تماركا من رميه التماس، وإلا مشات حتى دخلت الكره فالحكم غيعطي ضربه حره للفريق الثاني. فهنا كتحس باللي بحال الفيفا كتقتل المتعه الكره بهاد القوانين كامله، فحتى امهار اللاعبين كيتاثروا بهاد القوانين. وفاش كنجبدوا السيره د المهاره فضروري غيكون طاح في بالك واحد اللاعب سميتو رونالدينيو، وواحده من اشهر واحسن الحركات د رونالدينيو هي هاد الحركه، الا ان الفيفا كان عندهم مشكل مع هاد الحركه، وهادشي لحقاش كيقولوا بلي هاد الحركه خطيره على اللعاب اللي كيديرها، لانه بكل بساطه الكره فاش كتكون فوق الراس د اللعاب الخصم يقدر يضربوا الوجه فاش يكون باغي يقطع ديك الكره. فداكشي علاش تمنعات هاد الحركه، واي لعاب غيديرها في شي ماتش رسمي فراه غياخد صفرة. عاوتاني غنرجعكم لحراس المرمى. فكما عارفين حاليا الا شي مدافع رجع الكره للحارس والحارس شدها بيديه فالحكم كيعطي مباشره خطا للفريق الثاني وسط منطقه الجزاء. ولكن شحال هادي هاد القانون كاع ما كان بالمره، وبطبيعه الحال كاينه قصه كيفاش جا هاد القانون. ففي اليورو د عام 1992 الدنمارك فاجأت العالم كامل ديك الوقيته ودات البطوله، ولكن الدنمارك في ديك البطوله استخدموا واحد الطريقه ذكيه كانوا كيضيعوا بها الوقت وكيحبطوا بها الفريق الخصم. والطريقه كانت هي انهم فوق ما كانوا كيحسوا براسهم تحت الضغط كانوا كيشدوا الكره وكيباسيوها للحارس، والحارس كيشدها بيديه وكيبقاو هكاك كيقتلوا في الريتم ديال الماتش. المهم مورا ديك البطوله مباشره الفيفا صدرت قانون كيمنع الحارس انه يشد الكره بيديه مورا ما تباصا ليه. المهم الخوت كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الا وصلتي لهنا غنبغيك تجاوبني في كومونتير على هذا السؤال، واش كتشوف بلي هاد القوانين ديال الفيفا كينقصوا من المتعه ديال الكره؟ نتمنى تجاوبني على هذا السؤال في كومونتير. تهلاو.